دخلت على الفراخ عندك لقيت الفراخ بتنهج جامد، درجة الحرارة 43 والجو حر نار وانت اساسا مش طايق نفسك، فما بالك الفراخ هتعمل ايه؟ تعال اقولك ازاي نحل مشكلة الفراخ اللي بتنهج والحر ومشاكل الصيف في تربية الفراخ البيضة. ركز معايا عشان تقدر تستفيد. قبل ما احللك المشكلة هعرفك سبب ايه ان الفراخ تنهج بالمنظر اللي قدامك، وازاي نحل المشكلة وازاي نتفادى المشكلة عشان ما يحصلش عندنا نافع. مبدئيا انا مش بطلب من حد يعمل لايك للفيديو ولا اشتراك في القناة، لان الحاجة دي بترجع لك انت. لو انت استفدت من الفيديو بتعمل لايك وبتعمل اشتراك في القناة، فانا ما بفرضش على حد انه يعمل لايك للفيديو ولا اشتراك في القناة. عشان ما اطولش عليكم يلا بينا نبدأ في الشرح. مبدئيا اخوك مسلم عنده مزرعة فراخ بياض وعنده مزرعة فراخ بيضة، وكمان بعمل تربية في البيت عندي، بصورها وبنزلها على اليوتيوب وعلى الفيس عشان خاطر اقدر افيد الناس، وهو ده الهدف من القناة. طيب انا في المزرعة عندي المزرعة جاهزة بنسبة 100%، خلايا تبريد وشفاطات والدنيا تمام، ومفيش المشاكل اللي بتقابل المربيين اللي هم بيربوا في البيت اللي زي حضرتك كده. طيب احنا عايزين نحل المشكلة يا سيدي، هنحل المشكلة ازاي؟ طبعا حضرتك ما عندكش خلايا تبريد ولا عندك شفاط، انت بتربي تربية بيتي عدد وليكن 100 فرخة وعايز تكسب فيهم ومعتمد عليهم كدخل. طيب في موجة الحر لو الفراخ عندك عمرها كبير فوق ال20 او ال25 او ال30 يوم ممكن يحصل نافق شديد بسبب ارتفاع درجة الحرارة. تعالى بقى عشان ما اطولش عليك واقول لك الخلاصة والكلام العلمي اللي عمر ما حد قاله لك. المكان اللي انت بتربي فيه في فصل الشتاء وشايف ان هو مناسب وكويس وبتطلع الدورة منه على خير، عمره ما هيكون مناسب معاك في التربية في فصل الصيف، لان المكان ده اكيد بتكون درجة الحرارة فيه كويسة في فصل الشتاء وبتدفي الفراخ كويس وبتكون مقفل عليهم كويس. تيجي بقى في فصل الصيف لو انت هتربي فيه هيحصل فيه مشاكل جامدة. نفس الكلام برضو المكان اللي انت بتربي فيه في فصل الصيف ودرجة الحرارة كويسة وبتطلع الدورة كويس، هتيجي في الشتاء هتلاقي المكان ساقعة ودرجة الحرارة فيه نازلة خالص. فانت تعمل ايه؟ لازم تعمل مكان عندك للتربية الصيفي ومكان للتربية الشتوي، او على الاقل تجهز المكان عندك باقل التكاليف انك تربي فيه في الصيف وتربي فيه في الشتاء. طيب يا عم انت لسه ما قلتلناش الحل ايه، تعال اقول لك على الحل. مبدئيا الانسان مننا لما بيكون درجة الحرارة عالية والجو حر بتلاقيه بيعرق، والعرق ده بيطلع على جسمه على هيئة مية. طيب الفراخ او الطيور عامة لما ربنا خلقها ما عندهاش الميزة دي ان هي تطلع العرق من الجسم بتاعها ولا تتخلص منه. الفراخ بتتخلص من درجة الحرارة العالية عن طريق انها تفتح بقها وتفضل تنهج زي ما انت بتكون شايفها، وتعرف ان هي عندها حاجة بنسميها احتباس حراري. اول حاجة تعملها لو انت حاطط لمبات حمراء عند الفراخ اللي هي بتعمل درجة حرارة، تغير اللمبات دي وتخليها لمبات من اللي هي البيضة اللي ما بتعملش درجة حرارة. تاني حاجة تعملها تزود الفرشة. شوف انت لو بتزود الفرشة عندك تبن او نشارة لازم تزودها بطبقة حلوة، لان الكتمة والحر بيخلوا الفرشة تعمل ريحة وحشة وبتعمل امونيا بتطلع على الفراخ، ممكن تموت الفراخ عندك او تنشط الكوكسيديا والكوليسترول. ركز معايا عشان كل الحاجات اللي انا بقولك عليها دي هتفرق معاك في الحر. العلاج مش هيكون عن طريق حاجة واحدة، لا العلاج هيكون عن طريق عدة حاجات لازم تعملها عشان الدورة تطلع معاك على خير. نيجي بقى لمصدر التهوية عندك. الشباك اللي داخل منه التهوية لازم يكون الشباك بحري، ما يكونش الشباك قبلي. لو الشباك قبلي مفيش تيار هوا جاي عليه، لازم يكون الشباك بحري ويكون داخل منه هوا بنسبة كويسة. في المقابل بتاعه لازم تكون عامل شباك نفس المساحة عشان خاطر الهواء اللي هيدخل من الشباك البحري يدخل في الأوضة ياخد لفة في الأوضة وفي سقف الأوضة وبعدين يطلع من الناحية التانية. ما ينفعش تعتمد على شباك واحد بس للتهوية، كده الشباك هيدخل الهواء والهواء هيفضل في الأوضة مش هيتحرك. فلازم الشباك البحري يكون نفس الشباك قصاده في القبلي بنفس المساحة بتاعته. طيب لو انت الشباك البحري بتاعك بقى مش جايب هوا او مدخل هوا بسيط، مش عامل اي حاجة وبرضه الجو حر والجو كتمة، تعمل ايه ساعتها؟ هنلجأ للمروحة. ايوه هتجيب مروحة وعادي تشغل المروحة على الفراخ البيضة وما تقلقش مش هتعمل مشكلة، بس لازم تشغلها صح، ما تشغلهاش مباشرة على الفراخ البيضة. لو هي مروحة من اللي هي العمود اللي بتكون واقفة فانت هتحطها عند الشباك البحري وترفع المروحة لفوق بحيث المروحة تاخد الهواء من الشباك وتوزعه في الأوضة من فوق، ما تخليهاش مباشرة على الفراخ عشان الفراخ ما تاخدش برد.
ركز معايا تاني، المروحة هنحطها عند الشباك البحري ونشغلها، بس المروحة لما نشغل المروحة هنكون مخلين الاتجاه بتاعها يضرب في السقف، بحيث الهواء يلف في الأوضة كلها من فوق، ولما يجي ينزل على الفراخ ما يأثرش على الفراخ، يدوب يوصل لهم هواء بسيط يقدروا يتنفسوا ويظبط درجة الحرارة عندهم شوية. ما ينفعش توجه المروحة على الفراخ مباشر عشان ما تموتش الفراخ. نيجي بقى لميعاد تشغيل المروحة، ركز عشان النقطة دي مفيدة جدا جدا جدا. امتى تشغل المروحة؟ تيجي على الظهر كده وتشغل المروحة والفراخ عرقانة وعمالة تنهج، وتيجي تشغل المروحة ياخدوا لطشة برد، تلاقي يوم والتاني المناعة ضعفت ومفيش تحويل وفي نافق والدنيا باظت معاك. لا ما ينفع. طيب نيجي بقى لأفضل ميعاد نشغل فيه المروحة، وهو الساعة 6 الصبح. حضرتك هتطلع عند الفراخ الساعة 6 الصبح، بتكون درجة الحرارة كويسة، بتشغل المروحة على أقل درجة الساعة 6 الصبح، وبتكون درجة حرارة الأوضة كويسة ومناسبة للفراخ. بتيجي بعد ساعة بتزود درجة المروحة والسرعة بتاعتها برضو كمان درجة، وعلى الساعة 11 بتزود المروحة لأقصى درجة. كده ما يحصلش اختلاف في درجة الحرارة مرة واحدة، الاختلاف بيحصل في درجة الحرارة بنسبة بسيطة، الفراخ ما تحسش بيه وما تأثرش عليها. يا رب تكون الفكرة وصلتك. طيب لو المكان عندك فيه مروحة سقف، هتشغلها برضو الساعة 6 بس بنفس الطريقة، مش هتشغل المروحة على أقصى سرعة مرة واحدة، هتشغل المروحة على أقصى سرعة بس على 5 مرات، كل ساعة هتزود درجة سرعة المروحة درجة. يا رب الناس تكون الفكرة وصلت لها. أنا يا جماعة شغال بالطريقة دي وما بيحصلش عندي أي مشاكل الحمد لله. أنا هنا لما بقدم معلومة بيكون الهدف منها إن الناس تستفيد، لأن الحاجة غالية ودي أرواح وربنا يحاسبنا عليها، وطبعا مفيش حد بيربي فراخ عشان خاطر يخسر فيها. كده أنا حلت لك المشكلة بتاعة التهوية. حاول انت بقى لو ربنا قدرك تجيب شفاط من اللي هو بتاع المزارع وتركبه في المكان عندك، لان كده كده انت هتحتاجه وهتستفيد منه. طب لو انت معكش تجيب شفاط من الكبير بتاع المزارع، يبقى انت عارف الشفاطات بتاعة المطبخ سعرها مش غالي قوي، ممكن تجيب واحد وتركبه، هيساعد معاك في الأوضة ان انت تتخلص من الريحة اللي في الأوضة. نيجي بقى للحاجة الأهم واللي انت داخل الفيديو مخصوص عشانها، نحط ايه في المية للفراخ. بص يا سيدي، انت هتعمل للفراخ عصير، هتجيب ليمون وهتجيب نعناع اخضر وتضربه في الخلاط وتصفيه، والساعة 6 الصبح تحط كوباية منه على لتر مية. حاول ان انت تقدم المية للفراخ في الوقت بتاع الحر، المية ما تكونش سخنة، خلي المية تكون ساقعة، وحاول انك تغيرها بقدر الامكان كل 4 ساعات. مفيش حاجة اسمها انك تشيل الاكل من قدام الفراخ في وقت الحر، واللي قالك كده واللي نصحك بكده غلطان، لان انت كده الفراخ هتتأخر عندك عبال ما تحول في الوزن، وكمان هيحصل مشاكل انت مش هتاخد بالك منها، وممكن يحصل نافق وممكن يحصل موت مفاجئ بسبب التجويع الزايد عن اللزوم للفراخ. طيب لو انت مش عايز تعمل عصير ليمون على نعناع اخضر، ايه البديل اللي انت ممكن تحطه؟ ممكن تحط برشامة ريفو على الاتنين لتر مية كويسة برضو، هتظبط الدنيا معاك. نيجي بقى لنقطة مهمة جدا والناس مش واخدة بالها منها، ممنوع تعمل خلطات او وصفات لزيادة الوزن في الفترة اللي درجة الحرارة فيها عالية. يعني لو الاسبوع ده درجة الحرارة فيه عالية، ممنوع انك تعمل خلطات ولا وصفات لزيادة الوزن، لان انت لو عملت كده هتعمل حمل على الكلى بتاعت الفراخ، والفراخ هتتبهدل منك وهيحصل نافق وهيحصل مشاكل. ممنوع انك تعمل خلطات ولا وصفات، وممنوع كمان انك تحط البصل او الثوم او العسل على العلف، ممنوع تعمل الكلام ده كله نهائي عن تجربة. للعلم فقط احنا بنعامل ربنا قبل ما بنعامل الناس. هدفنا من الفيديوهات دي ان هي تكون صدقة جارية على روحنا بإذن الله بعد ما نروح عند ربنا ان شاء الله. فانا بحاول اقدم نصيحة للناس وان الناس تستفيد من الفيديوهات بتاعتي. فانا مش هطلب من حد ان هو يعمل لايك للفيديو ولا يعمل اشتراك للقناة، لان انا الربح من الفيديوهات مش فارق معايا اصلا. فانا بس كل اللي عايزه منكم ان انتوا تدعولي، واي حد محتاج اي حاجة يسيب كومنت وانا هرد عليه. وبرضو رقم الواتس بتاعي انا سايبه على القناة، اي حد عنده مشكلة او اي حد عنده حاجة يقدر يتواصل معايا في اي وقت. وانصح اي حد ان هو يدخل القناة، على فيديوهات كتير هيستفاد منها، واللي عنده اي مشكلة هيلاقي حلها ان شاء الله موجود على القناة. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، واي حد محتاج فيديو عن اي حاجة معينة برضو يسيب كومنت، وان شاء الله في اقرب وقت هعمله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.